كان الإخوة. دعوني أكيد أرحب بهم معنا في استوديو صباح المونديال. صباح الخير عمار العنسي. صباح النور والعافية. وعمرو أيضا العنسي، وحياكم الله والحمد لله على السلامة. أكيد وصولكم من قلب يمن، أكيد اليمن السعيد إلى قلب الدوحة وطن المونديال. الله يسلمكم، ولنا شرف عظيم ان احنا نكون في دولة قطر وفي هذه الاستضافة الجميلة بإذن الله. حياكم الله. بداية يعني شلون كانت فعلا أو متى انطلقت الرحلة؟ انطلقت الرحلة في 10 أكتوبر. نعم. والتي استمرت شهر و8 أيام. شهر و8 أيام. نعم. يلا بالسلامة. طيب لو تكلمنا عن الفكرة، بداية الفكرة عمار، تخطيطكم للفكرة، كيف خططتوا لها والتوقيت اللي طلعتوا فيه على أساس أنكم توصلون في هذا الوقت، يعني نقول يوم واحد يفصلنا عن المونديال. طبعا ما نخفيكم عن العلم أنه كان الخطة مدروسة على الوصول في 20 يوما، ولكن تأخرتوا يعني. نعم، كان هناك صعاب وعوائق كثيرة جدا لعدم الوقوف بجانبنا في سفرنا هذا، فتوقفنا أيام كثيرة في الطرق. كالمنفذ الوديعة توقفنا 8 أيام. نعم. فهذا ما أخذ من وقتنا. أما الرحلة كانت مدروسة على أنها تكون 20 يوم، والحمد لله وصلنا. الفكرة كانت حبا في المغامرة، ولهفتنا للمشاركة في قطر ودخول هذا المونديال بفعالية وإثبات وجود اليمن ومشاركة قطر في هذه الفعالية العالمية. نعم، يا مرحبا بكم، حياكم الله. طبعا عمرو، أنتم إخوان عمار وعمرو، الله يخليكم للبعض. عمرو أصغر مغامر، يعني دراج، وصلت من اليمن إلى قطر، فأعتقد هذا إنجاز. وكيف يعني عزمت وشلون قدرت توصل ما شاء الله عليك؟ والله العزيمة هي في شكل في المغامرة والوصول إلى قطر، وهذا حبنا في المغامرة وحبنا في الدراجات الهوائية. ما تعبت عمرو؟ والله التعب في أي رحلة يجي نعم. تعب، لكن احنا أصرينا ووصلنا إلى قطر. كفو والله، بعدي ما شاء الله عليك، الله يبارك فيك. ما شاء الله عليك. عمرو كم عمرك؟ والله عمري 12 سنة. كم؟ 12 سنة. ما شاء الله عليك. من اللي شجعك على فعلا خوض هاي المغامرة؟ والله شجعني الوالد. الوالد، الله يحفظه ويخلي لكم اياه. آمين. طيب تفضل. بالنسبه للمغامرات، يعني شو اللي صادفكم على الخط اثناء سيركم؟ انتم شهر كامل، ايش ابرز الاحداث اللي صادفتكم؟ طبعا اللي فيها التحدي، يعني التضاريس، عامل الجو. والله في مغامرتنا هي كانت جميلة ومرهقة ومشوقة في نفس الوقت. فمن أحد المواقف اللي ترسخت في القلب كانت من أشخاص يمنيون على تريلات اللي تمشي على الطريق. اي نعم. فكنت أشير لهم نريد ماء. خلص الماء. خلص الماء اللي عندكم. طبعا ما نخفيكم ان شنطتنا فيها حمولة زيادة، فما حبينا ان احنا نزيد الحمولة أكثر، فكانت الموية حقنا ما تزداد عن 3 قنينات. يعني بشكل محدود. نعم، نشرب واحدة ندخل واحدة بدلها، ما نزيد. ففي أحد المواقف أنا أشير له نريد ماء وهو يسلم علي. أنا أقول له أريد ماء وهو يسلم علي. إلى وقت تسلم. إيه، لما قرب لعندي طبعا كان في سرعة هائلة، فلما فهم الفكرة يمسك الخط، كان بيعمل حادث مريع. في هذاك الساعة ما درينا نقول ما نريد ماء ولا خلاص ما عاد نشتيش. لكن الحمد لله كانت مغامرة جميلة وفي مواقف جميلة أيضا. حلو. عمار، احنا طبعا قاعدين نشوف توثيقكم لهذه اللحظات لرحلة فعلا اليمن وصولا إلى الدوحة، وأكيد المصاعب اللي تحدثت عنها لفعلا خوض هذه الرحلة وهذه المغامرة. طيب عمار، ماذا اعتمدتم في معرفة الطرقات والتنقل طبعا بين المدن والطرقات وصولا إلى قلب الدوحة؟ طبعا ما نخفيكم انه نحن الان في عصر التكنولوجيا. نعم. فبجوالك الخاص بتروح اي مكان تريده حول العالم. فقط حدد المكان وبيخطيك لأقرب مكان ممكن تقدر تعبره. فما أخذناش استشارة من المرشدين وهؤلاء الأشخاص، لأنها كانت مبادرة شخصية باعتناء مننا الخاص. عمرو، بتحضرون الافتتاح؟ إن شاء الله. بتحضرون إن شاء الله؟ نعم. نعم. طيب
اكيد عارف الكوره، انا اشوف لابس نادي الاهلي صنعاء. نعم. لا شك انكم تنتمون هذا النادي او تشجعون هذا النادي. من تتوقع عمرو انه راح يعني نقول يوصل الى ادوار متقدمه من المنتخبات العالميه المشاركه؟ والله المنتخبات العالمية المتقدمة مثل الأرجنتين، مهم. البرتغال، وغيرها الفرق القوية. نعم. ومن افضل لاعب بالنسبه لك بشكل عام؟ والله كريستيانو رونالدو. من هو؟ كريستيانو. كريستيانو رونالدو. نعم. ومن تتوقع اللي راح يشيل الكاس؟ اي والله منتخب؟ على الفريق القوي الأرجنتين. الارجنتين. فريق قوي. انا معاك ترى، من كم يوم انا اقول حق الرابع الارجنتين ترى. لا انت لا. الحين اكدت ان الارجنتين، والله اعلم طبعا هذا. طيب عمرو، بشكل عام حدثنا عن المنتخبات المشاركه، توقعاتكم بالنسبه للمنتخبات المشاركه. طبعا ما نخفيكم على ان احنا الان هنا لدعم اللون العنابي واللي هو منتخب قطر، فنتمنى له كل خير، ولكن المواجهه هي صعبه جدا امامهم، دول عالميه مشاركه. فتوقعنا انه الانجاز او من بياخذ الكاس ان شاء الله، لكوني من محبين ومشجعين نيمار ومن عشاق نيمار، فالبرازيل اعتقد، ولكن الارجنتين وفرنسا ايضا منتخبات قويه، وان شاء الله انها بتكون في المقدمه. نعم. مهم. طيب عمار، يعني السؤال، احنا اكيد يمكن الشباب شافوا الدراجات ولكن احنا للحين ما شفناهم، ولكن شنو موجود فعلا في الشنطه اللي في الدراجه؟ الناس ترى تحب تعرف هالسوالف، يعني شنو حاطين غير المي؟ انت ذكرت انكم خففتوا من حمل غرشه المي عشان ما يصير عندك وزن. نعم. شو اللي موجود في الشنطه؟ الشنطه احتوت داخلها على تيوب للإطار احتياطيات، واللواصق إذا حصل قطع أو شيء داخل الإطار. كما أيضا لدينا زيوت للدراجة، للسلس حق الدراجة. أما عن الثياب فكان لدينا سواء بدلتين في بدلتين وطقم شورت فقط. هذا اللي حملناه داخل. طيب عمار، رسالة ربما أخيرة لفعلا المشجعين اللي حيجوا على المونديال وللحضور في قطر لمونديال 2022. والله أوجه رسالة إن قطر رحبت بالجميع وكانت ترحيب جميل على أجمل ما يمكن، فأتمنى من الجميع إنه يستانس في دولة قطر، لأنها دولة يعني فريدة من نوعها والله، ولنا شرف عظيم إنها تكون قطر المستضيفة لهذا المونديال. اول مره تزور قطر؟ نعم أول مرة. اول مره. إيه. نعم. اعتقد احمد جاهز. احنا اكيد شاكرين وجودكم معنا، الرحاله اليمنيين عمار العنسي وعمرو العنسي، ونتمنى لكم باذن الله اقامه طيبه في قلب وطن المونديال، وان شاء الله تستمتعوا معنا في المونديال ويكون عوده حميده ايضا الى بلادكم باذن الله. باذن الله. حياكم الله، طبعا سعدنا تشرفنا فيكم، وكل التوفيق لكم ان شاء الله، والحمد لله على سلامتكم، وحياكم الله بين ربعكم واخوانكم في قطر. اذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، من عندنا الاستديو في نفس الحي الثقافي كتار.